تفتكر ممكن يكون في جامع فيه صليب؟ طيب ازاي جامع وفيه صليب؟ الحكاية بتبدأ مع السلطان الناصر قلاوون لما قرر ان هو يبني جامع، وبدأ يجمع أعمدة من مصر كلها عشان يبني الجامع ده. بس المشكلة هنا ان الأعمدة دي كلها ما كانتش من نفس المكان، وما كانتش برضو نفس الطول. فبدأ المهندس اللي كان بيبني الجامع ده ان هو يعدل على الأعمدة دي عشان تبقى مناسبة لطول الجامع. فمثلا في أعمدة طويلة فكان بيقطع منها حتة، وفي أعمدة تانية كانت قصيرة فكان بيزود لها قطعة، وفي اللي بيزود لها قطعتين عشان تبقى نفس ارتفاع الجامع. طيب ايه اللي دخل ده في ان الجامع فيه صليب؟ لان من ضمن الاماكن اللي خد منها الناصر قلاوون الاعمده كانت كنيسه. الكنيسه دي كانت اتهدت وفضل منها عمودين، فهو خد العمودين دول، فالعمودين دول كان عليهم صليب، فبكده بقى الجامع فيه صليب. طيب ايه الجامع ده وموجود